السلام عليكم الاخوان الكرام، لهذا الفيديو حلقه جديده من قناتكم قناه الماتش ان شاء الله. في الفيديو غادي يكون فيديو غني يا الاخوان، غادي نتكلم فيه على فوزي القجع اللي راه كاينه اخبار كتقول انه قريب باش يولي رئيس الحكومه. قضيه تاع رئيس الحكومه مع قضيه رئيس الجامعه الملكيه المغربيه غادي نتكلم عليها. كذلك غادي نتكلم على قضيه المدرب بوبيستا، مدرب نهضه بركان، فين وصل الامور معاه. وكذلك غادي نتكلم على بعض المعطيات الجديدة على اللاعب فوزينيا حارس المرمى تاع الرأس الأخضر. ولكن قبل ما نبدا الإخوان كنرحب بالسي صلاح الدين، الضيف ديالي اليوم في القناة. كنرحب بالسي صلاح الدين اللي غادي يعاونني إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. اذا السلام عليكم اخواني الكرام، نتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه، وشكرا مره اخرى للسي محمد على هذه الاستضافه. كذلك نتكلموا على منير المحمدي. خبر، هل تم التجديد ام غادي يغادر فريق النهضه البركانيه؟ أكيد نسيت. شكرا سي صلاح الدين. الاخوان قبل ما نبدا الاخوان، ما تنساوش كما العاده تابوناو وديروا جيم، لانه كنحاولوا اننا نديروا مجهودات كبيره باش نجيبوا لكم الاخبار الحصريه. كذلك كنحاولوا اننا نطوروا المونتاج باش نديروا لكم واحد المونتاج اللي يعجبكم. عليها الاخوان تقديرا للمجهودات ديالنا تابوناو وديروا جيم، ديروا بارطاج، كثروا بديك البارطاج. كذلك فعلوا جرس الجرس وديروا التعليقات باش دائما توصلوا بالجديد، ودائما نجيب لكم الاخبار في اللحظه والحين، وما نطولش عليكم ندخلوا في التفاصيل ديال هذه الحلقه هذه. اذا في صلاح الدين، اول موضوع غادي نتكلموا عليه هو الموضوع اللي راه داير ضجه كبيره في المغرب، وهو قضيه رئيس الجامعه الملكيه المغربيه سي فوزي القجع، اللي كما كيعرف الجميع انه باغي يولي رئيس الحكومه. ولا ولا رئيس الحكومه يعني غادي بطبيعه الحال ما غاديش يبقى رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. انت كي درت سي صلاح الدين سمعت هذا الخبر؟ اذا السي فوزي القجع كما قلت هو اولا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. الرجل اللي شهدنا معه واحد التطور كبير في كره القدم الوطنيه، يعني حقيقه السنين اللي قضاها هذا الرجل كرئيس الجامعة شفنا تطور على مستوى كرة القدم المحلية الوطنية والخارجية. كذلك شفنا المنتخب ديالنا التطور البارز والواضح والكبير جدا اللي شفناه في المنتخب الوطني، يعني نجاحات هذا السيد هذا. وكذلك قبل ما يكون رئيس الجامعة أيام كان رئيس لفريق النهضة الرياضية البركانية، كيفاش أنه هز هذا الفريق من كما نقولوا من أقسام الهواة نحو قسم الأضواء، نحو القسم الاحترافي، القسم الأول بطبيعة الحال. هذا السيد هذا صراحة سيد اللي كبير ورجل اللي كيخدم الخدمة ديالو. ولكن بالنسبة للقضية نتاع رئيس الحكومة، فكنا سمعنا جميعا خبر أنه غادي يتنتخب على دائرة منطقة مدينة بركان، وكان غادي يلتحق حتى هو بالانتخابات باش أنه يكون رئيس الحكومة. هذا الخبر اللي طبعا إلا كان تم التأكيد ديالو فكيعني مباشرة أنه غادي يستغني ويتخلى على المركز نتاعو كرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أي ما يعني تفتح هنا واحد القوس نتاع أنك تقلب على واحد رئيس الجامعة آخر، لأنه يكون في نفس المستوى نتاع السي فوزي القجع أو ربما أحسن، يعني باش نبقاو في نفس المستوى ولما لا أكثر. فهنا كيتفتح واحد القوس، وقوس وما أدراك ما قوس اللي صعيب جدا. ولكن السي محمد، اخر الاخبار اللي سمعتها ان السي فوزي القجع والقضيه نتاع انه باش انه يتنتخب لرئاسه الحكومه، هذا الخبر ما بقاش منه. كيقولوا بانه صافي ما بقاش منه هذا الخبر هذا. وانا الى بغيتو الراي ديالي يقدر الجماهير البركانيه تقلق. انا الى بغيتو الراي ديالي انا كنشوف ان القجع خصو يبقى في الدومين تاع كره القدم. علاش؟ رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع بين راسو مزيان في كره القدم. درك يتخيلوا معايا الى خلى القجع الجامعه وجا شي رئيس اخر، وكيما نقولوا كاع الخدمه اللي دارها القجع يضربها في الزيرو. عليها الاخوان الرجل المناسب خصو يبقى في المكان المناسب. القجع صدق كرئيس جامعة ويبقى كرئيس جامعة. هذا هو الفكره صراحه، يعني كما كيقول المثل الشعبي ديالنا الموالفه احسن بالتالفه. رئيس جامعة الحمد لله، رئيس جامعة اللي كبير واللي كنفتخروا به كمغربي كبركاني نعم. بالانجازات ديالو اللي قدمها في كرة القدم، فيبقى في المكان ديالو كما قلت. وربما مستقبلا الا كان بان شي رئيس الجامعه اخر تما كتفتح قوس انه يكون في رئاسه الحكومه والانتخابات. لانه اكيد محمد انه لو السي فوزي القجع اراد ان يكون رئيس الحكومه ويدخل في الانتخابات، كنا على يقين انه غادي يربح التصويت.
اكيد اكيد، لانه الناس غادي تكون متشوقه انها تشوف القجع في مجال الاخر تاع الحكومه، يعني تطور البلاد وداك الشيء. ولكن من الافضل انه يبقى بطبيعه الحال كرئيس للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. اذا الاخوان نمشيو للموضوع الاخر، وهو المدرب بوبيستا، اللي كنت سبقت قلت لكم انه صافي وصلوا معه اتفاق نهائي باش انه يدرب بركان. الجديد اللي كاين وهو ان المدرب بوبيستا متواجد في المغرب، راه متواجد في المغرب. وفي الساعات والأيام القادمة إن شاء الله سيتم التوقيع وسيتم تقديم المدرب رسميا أمام الجماهير البركانية. نعم أكيد. بوبيستا المدرب البرتغالي قريب جدا من التوقيع، بل هو الآن في بروتوكول التوقيع، التحق بالمغرب وبقي له يعني رتوشات قليلة وغادي يوقع في صفوف باش انه يكون مدرب فريق النهضة الرياضية البركانية. المدرب اللي كما قلت في الاول كانت فريق النهضة الرياضية البركانية كما اشرت في الفيديو السابق، كانت باغيه النهضة انه يكون مدرب للنهضة فقط، ما يكونش مدرب للفريق وكذلك المنتخب. الامر اللي قوبل بالرفض من طرف المدرب وكذلك من طرف الجامعة جامعة الرأس الرأس الأخضر. الاخضر، اللي بغاو انه يبقى كرئيس عفوا كمدرب الناخب الوطني ديالهم وكذلك الفريق النهضه البركانيه. بركان كانت رافضه هذا الشيء في الاول، ولكن ملي تسدوا كاع البيبان، المدرب الكرواتي ما نجحش، المدرب قلبوا منه ملي ما لقاوش، رجعوا لبوبيستا. واللي ان شاء الله نتمنوا له التوفيق، لان راه ماشي بالضروري يكون مدرب غير فرقه واحده باش انه ينجح. راه الا كان يعرف كيفاش يقسم الخدمه نتاعو مع بركان ومع المنتخب، فاكيد بركان وصلوا لشي حل. داكشي علاش وقعوا معاه. بركان ماش دير شي خدمه اللي عن فراغ، ما حدهم وصلوا لاتفاقيه التوقيع معاه الا وان الامور ان شاء الله راها مضبوطه. المدرب بوبيستا مع فريق النهضه البركانيه. خصوصا أن نهضة بركان كتمشي بقضية الكونترا، كدير معك كونترا ها، وش خصك تنجح في الموسم. خصك تجيب لي البطولة، خصك تربح لي دوري أبطال إفريقيا، خصك تربح لي كأس العرش. ما يهمنيش الا كنت انت شي مدرب تاع شي منتخب، مهم انايا الاهداف اللي نديرها معك تحقق. هادشي اللي كديرو بركان، وهاد القضيه مزيانه. والصراحه اغلب الوقت ديالو غادي يقضيها مع نهضه بركان، فقاش غادي يشوف منتخب الراس الاخضر في المباريات الوديه. والمباريات الوديه حنا كنعرفوا ان البطوله ديالنا كتوقف لان الفريق الوطني كيكون لعاب. نعم، هذا يكون مقسم الامور ديالو، يكون مع بركان كيسالي الوقت، كيبدا كما قلت نتايا الداتا نتاع مباريات الفيفا نتاع المباريات الوديه نتاع المنتخبات، تكون البطوله موقفه، يمشي للمنتخب كذلك يفتح الملف نتاع المنتخب، يناقش المعطيات ديالو، يشوف شنو يدير فيه، كيتسالي كذلك الداتا فيفا، يرجع من جديد للفريق النهضه البركانيه وهي غاديه. وحنا كنتمناو السي بوبيستا كامل التوفيق، كما نجح بطبيعة الحال مع منتخب الرأس الأخضر في مشاركة مشرفة في المونديال، بغينا ينجح كذلك مع فريق النهضة الرياضية البركانية. وأنا متأكد أن الرئيس حكيم بن عبد الله والمكتب المسير ديالو غادي يقدموا جميع الظروف الملائمة للمدرب باش أنه هو ينجح في المسيرة الكروية ديالو مع فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم. نمشيو للموضوع الاخر اللي فيه تطورات، وهو الحارس فوزينيا، حارس منتخب الراس الاخضر، اللي كنت سبقت تقول لكم ان نهضة بركان دخلت وفشلت الصفقه تاع كولو كولو. صرات بعد المتغيرات غريبه وصادمه للجماهير البركانيه، وهو ان سي فوزينيا وقع رسميا في فريق كولو كولو. سي صلاح الدين، يبدو ان كولو كولو ما تفكتش مع بركان. نعم، كما قلت السي محمد، باش الإخوان الكرام يفهموا القصة كاملة، فريق كولو كولو كان قدم عرض لمدة 6 أشهر الحارس فوزينيا، حارس منتخب الرأس الأخضر، اللي قدم مونديال رائع واللي أبان على مستوى كبير قدام المنتخب الأرجنتيني. قدموا له عرض نتاع 6 أشهر مع قابلية التجديد، يعني ممكن يجددوا ممكن لا. ففوزينيا ما كانش عنده شي عرض آخر، كان موافق، ولكن لما دخلت نهضة بركان على الخط قدمت له عرض نتاع موسم كامل. هنايا كان من المرتقب انه يوم السبت الماضي يكون في دوله تشيلي باش انه يوقع مع فريق كولو كولو، الا انهم كيتفاجئون الطائره اللي كان خص يجي فيها فوزينيا ما جاش، وبقاو كيتواصلوا معاه، قال لهم عطوني شويه الوقت نفكر. هنا كان كيناقش وكان كيدرس العرض نتاع فريق النهضه البركانيه اللي كان فيه موسم كامل. علاش؟ لانه كان شاف بان العرض نتاع فريق كولو كولو في 6 شهور هو عرض صفقة إعلامية، صفقة تجارية ترويجية، يعني ماشي صفقة باش أنهم يستافدوا منه كحارس، وإنما يستافدوا منه ويستغلوه في مجالات أخرى. أنت كتعرف حارس كبير اللي قدم على مستويات كبيرة ومعروف عالميا، وبالتالي حتى الجماهير العالمية غادي يبداو يشريو التريكو ديالو بسميتو بالفريق ديالك، وبالتالي الترويج غادي يكون ترويج ناجح.
قرا هو هذه المساله هذه، انتظر العرض نتاع بركان، خلاو لواحد المده تاع انه يفكر. كان صراحه كان قريب جدا من فريق النهضه البركانيه، ولكن كان تفاجئوا جميعا ان فريق كولو كولو كيسحب ذاك العرض الاول نتاع 6 شهور وكيقدم له العرض الثاني اللي هو فيه الموسم كامل بطبيعه الحال، الامر اللي خلاه ما يترددش. ورسميا يوم امس وقع بشكل رسمي مع فريق كولو كولو، يعني بالورقه والعقد رسميا فوزينيا لفريق كولو كولو التشيلي. لا هو سي صلاح الدين وقع بالدموع في فرق كولو كولو، السيد طاير بالفرحة. المهم الله يسهل عليه، احنا ما نقولوا عليه والو، الله يسهل عليه. وبركان ما عندهاش الحمد لله مشكل في حراسة المرمى. جماعة البركانية تلقت واحد الخبر سعيد، وهو تجديد عقد الحارث منير الكجوي اللي رسميا جدد عقده مع فريق النهضة الرياضية البركانية. كيفاش صلاح الدين تلقيت خبر تجديد العقد تاع منير الكجوي؟ منير الكجوي حارس فريق النهضة الرياضية البركانية وحارس المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال. الحارس اللي فوت مع بركان موسمين، الموسم الأول اللي حقق فيه الكونفدرالية الإفريقية وكذلك البطولة الوطنية الاحترافية، ولعب نهائي كأس العرش بطبيعة الحال. الموسم الثاني اللي كان الموسم اللي لعب فيه كذلك كأس إفريقيا مع المنتخب، وتعرض للإصابة اللي تحرمت من الخدمات ديالو فريق النهضة الرياضية البركانية. اليوم كيعود الفريق النهضة البركانية صح بصحة وسلامة. الفريق البرتقالي كيجدد العقد نتاع فريق نتاع اللاعب منير المحمدي حارس فريق النهضة البركانية اللي رسميا كيستمر على الأقل معنا الموسم آخر. أنا صراحة هذا الحارس هذا حتى في المنتخب واخا ما لعبش، مآمن بأنه عنده أدوار أخرى من غير أنه يلعب. هو راه مدرب داخل الفريق، هو واحد وراه دير على البطولة المغربية سي صلاح الدين، راه داوه بفضل منير الكجوي. اكيد راه عنده واحد الفضل كبير في تتويج فريق النهضه الرياضيه البركاني باول دوري بطبيعه الحال. فكما قلت لك منير المحمدي هو واحد اللاعب اللي من غير الخدمات نتاعو في حراسه المرمى الا انه كيتعتبر كوتش مونطال، مدرب نفسي، مدرب المعنوي، يعني كيقدم نصائح اللاعبين. لاعب ذو خبره، لعب في اسبانيا، لعب في اوروبا، لعب في الخليج، لعب في المغرب الان، لعب المنتخب في كاس افريقيا، في كاس العالم، ماشي واحد ماشي زوج. يعني منير المحمدي واحد الحارس اللي كبير، فالبقاء ديالو مع فريق النهضه البركانيه الا انه فاء الخير ان شاء الله على الجماهير البركانيه. اذا الاخوان نتمنوا التوفيق للسي منير الكجوي. كان فيديو غني كما شفتوا، بقى لي تقريبا انا السي صلاح الدين ما نقولوا. اللي غادي نقول لكم الاخوان هو انكم تابوناو، ديروا جيم، ديروا بارطاج، شاركونا في التعاليق، ونتلاقاكم في فيديو قريب. بقى لي نقول لكم السلام عليكم الاخوان.